رومانيا العالمي. مستمعينا الكرام، الفترة الأولى من برامجنا تستمر من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 7:56 بتوقيت غرينتش. كما يسرنا دائما أن نتلقى رسائلكم على عنواننا البريدي صوت رومانيا العالمي، صندوق بريد 111 بوخارست رومانيا، وعلى عنواننا الإلكتروني arab@rri.ro، أو بالفاكس على الرقم 004021 3190 562. كما نرحب باتصالاتكم الهاتفية على الرقم 004021 مستمعينا الكرام، طاب يومكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بوخارست ونقدم لكم فترتنا لهذا اليوم التي نستهلها بالمجلة الإخبارية. وفي طار فترتنا واستوديو مفتوح ندعوكم لمتابعة حلقة من برنامج رومانيا والبلدان العربية. معكم بشار التشاوي. أحلى الأوقات نتمناها لكم بصحبة برامجنا. المجلة الإخبارية. وإليكم في مستهلها نشرة الأخبار. 22 من ديسمبر كانون الأول من عام 1989 هو يوم انتصار الثورة الرومانية الذي جلب نتيجة الاحتجاجات التي بدأت في مدينة تيميشوارا غرب رومانيا في 16 من ديسمبر كانون الأول، وتواصلت في عدة مناطق في البلاد وفي العاصمة بوخارست حتى هروب الزوجين تشاوشسكو. وفي أحداث ديسمبر كانون الأول من عام 1989 سقط 1166 قتيلا وفقا لمعهد الثورة الرومانية. وبهذه المناسبة تنظم أحداث وفعاليات لإحياء ذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم خلال تلك الأيام في بوخارست وفي جميع أنحاء البلاد عبر مراسم عسكرية وطقوس دينية ولقاءات تكريمية، بالإضافة إلى وضع أكاليل من الزهور في الأماكن الهامة التي وقعت فيها أحداث هذه اللحظات التاريخية في ديسمبر كانون الأول من عام 1989. عدد من الأشخاص الذين شهدوا أحداث الثورة ومن أحداث الضحايا صلوا ووضعوا أكاليل الزهور في المدن التي دارت فيها أعنف المعارك. أعلنت وزارة الصحة فيما تسمى بحكومة حماس في قطاع غزة يوم الجمعة عن سقوط 20,057 قتيلا منذ بداية القصف الإسرائيلي على القطاع، معظمهم من النساء والأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى أكثر من 50,000 جريح. 390 فلسطينيا آخر قتلوا خلال 24 ساعة الماضية فقط في مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وفي مدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع. وفي يوم الجمعة أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديين آخرين قتلا خلال المعارك في غزة، ليصل عدد الجنود القتلى 33 جنديا منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة في 27 من أكتوبر تشرين الأول. وكالات أنباء عالمية نقلت عن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي أنه أصدر أمرا بإخلاء سكان مخيم البريج للاجئين وسط القطاع والأحياء المحيطة به.